السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سيكون عام 2023 أكثر سلاما من عام 2022؟ تقول مجلة الفورين بوليسي: يلملم عام 2022 أوراقه إذانا بالرحيل، ويستعد العالم لاستقبال عام جديد على أمل ألا يكون مثخنا بالصراعات والحروب كما كانت حاله سابقا. ومثل غيرها من الوسائط الإعلامية، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا الاثنين من الباحثين في القضايا الاستراتيجية والأمنية تضمن توقعاتهما لعام 2023. وفي مقالهما المشترك والذي جاء على شكل حوار بينهما، رسم كل من إيما أشفورد الباحثة في مركز ستيمسون وماثيو كرونغ نائب مدير مركز سكورفورت الاستراتيجية والأمن التابع للمجلس الأطلسي صورة بدت متفائلة، وإن تخللها بعض الحذر لما ستؤول إليه الأوضاع في العام الجديد. واتفق الاثنان على أن العام الذي يؤذن بالرحيل شهد تعافيا بطيئا ومضطردا من آثار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وخصص المقال حيزا كبيرا للأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، واصفا الحرب في تلك الدولة بأنها كانت أكبر حدث جيوسياسي في العام 2022. نهاية الأحادية القطبية، تقول أشفورد إن نطاق حجم الحرب ورد الفعل الغربي عليها فاجأ الجميع تقريبا، مضيفة أن الحرب شهدت في بداياتها تقدما سريعا للجيش الروسي حتى وصل إلى مشارف العاصمة كييف بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس فلوديمير زيلينسكي قبل أن يتم إيقافه بفضل تبادل أجهزة الاستخبارات الغربية المعلومات فيما بينها وجرأة الأوكرانيين، بالإضافة إلى قصور الكفاءة العسكرية لدى موسكو. ومن جهته يرى كرونغ أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أن الحلفاء الأوروبيين لا يشكلون كتلة متجانسة، كما سلطت الضوء للمرة الأولى على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي الناتو تجاه الصين. ويعتقد كاتبا المقال، أو بالأحرى المتحاوران، أن لحظة الأحادية القطبية التي كانت سمة حقبة ما بعد الحرب الباردة قد انتهت، وأن شيئا آخر يتشكل. لقد مات الآن حلم ما بعد الحرب الباردة بدمج روسيا والصين وبحسبانهما أصحاب مصلحة في نظام قائم على القواعد، كما تقول أشفورد. تشظي اقتصادي. ويرى زميلها كرونغ أن العالم الحر شرع في فض ارتباطه مع روسيا، كما بدأ ينفصل بشكل انتقائي ومتعمد عن الصين. ويتوقع المقال الحوار أن يتشظى العالم اقتصاديا أكثر فأكثر، وتشايع أنماط التجارة والاستثمار التحالفات الجيوسياسية، وسيصبح الاقتصاد ساحة معركة بين القوى العظمى في السنوات القليلة القادمة. أما كيف ستبدو مسارات الأحداث الكبيرة عام 2023، فإن مقال فورين بوليسي يجيب بالقول إن من المحتمل أن تواجه الحكومة الصينية مشكلة تتعلق بارتفاع أعداد القتلى بسبب تفشي وباء كوفيد-19 مجددا، واندلاع مزيد من الاضطرابات المجتمعية جراء ذلك. كما أن المسارات الكبيرة الأخرى التي حدثت عام 2022 من المتوقع أن تستمر في العام الجديد، حيث ستتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا أكثر، بعد أن أجبر ارتفاع أسعارها كثيرين في القارة العجوز على تبني خيارات صعبة بشأن ميزانياتهم، وللتضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الغذاء والوقود، تأثيراتها على ميزانيات الدول النامية، مع احتمال بدء جولة جديدة من أزمات الديون السيادية. أما بخصوص برنامج إيران النووي، فقد أعرب كرونغ من جانبه عن أمله في أن تتواصل الاحتجاجات المؤيدة للحرية في إيران خلال العام الجديد، رغم أنه لا يتوقع أن تتحقق أهدافها بالكامل في العام 2023، مستدركا أنه مع ذلك سعيد بأن تكون بداية لما يسميها موجة رابعة من الديمقراطية تنزع إلى الانتقال من نظام سياسي مستبد إلى آخر يتبنى الديمقراطية نهجا. وقال إنه يخشى أن تفشل الجهود الدولية عام 2023 لمنع طهران من صنع القنبلة النووية، مؤكدا أن المفاوضات تراوح مكانها في حين تستمر إيران في برنامجها النووي. أما بخصوص الحرب في أوكرانيا، فبما يتعلق بأوكرانيا، فإن نائب مدير مركز سكوكفورت يتوقع أن الحرب ستستمر خلال عام 2023 وربما حتى 2024 و2025. لذا فإن المهم للغاية في نظره أن تتخلى الحكومات الغربية عن أفقها الضيق
وعقليتها قصيرة المدى، وتنتهج استراتيجية طويلة الأجل بشأن مستقبل أوكرانيا. وتوافقه أشفورد في ذلك، وتضيف أن هناك فرصة لصناع السياسة للدفع من أجل وقف إطلاق النار في عام 2023 على الأقل، محذرة من أن تكاليف الحرب بدأت تخرج عن السيطرة بالنسبة لجميع الأطراف تقريبا. وتعتقد الباحثة في مركز ستيمسون أن المواقف الشعبية في جميع أنحاء أوروبا تتجه نحو الدفع لتسوية الصراع، حتى في الولايات المتحدة التي يطالب فيها 47% من الأمريكيين إدارة الرئيس جو بايدن بالبحث عن سبيل لإنهاء الحرب. وتؤكد أن العالم يعيش الآن في عصر مختلف، معربة في الوقت نفسه عن خشيتها أن يكون عام 2023 لا يبدو أكثر سلاما مما كان عليه هذا العام المنصرم. وتلفت الباحثة إلى أن العام المقبل يصادف الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق، وهو أمر يبدو بعيدا الآن ومن حقبة مختلفة من التاريخ. وتحذر في خاتمة المقال من أن الولايات المتحدة قد ترتكب أخطاء جديدة في السياسة الخارجية، لكنها على الأقل لم تعد تطيح بالأنظمة كما كانت تفعل عادة.